السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. فيديو النهارده قوي جدا، ميزانية واقعية. ب200 جنيه كده ان شاء الله باذن الله هتكفينا اسبوع، وكمان هنخزن من الميزانية والحاجات الاسبوع ان شاء الله لرمضان. هديك افكار حلوة جدا جدا، هتوفر عليك فلوس وهتوفر عليك كمان وقت وهتوفر عليك حاجات كتير. بسم الله ما شاء الله، يبقى يعني تحس ان بيتك مليان من كل حاجة، ونفس الوقت ما شاء الله ما بتصرفيش كتير يعني. انا عارفة الدنيا غالية جدا، والدنيا ربنا يعيننا ويعينكم جميعا يا رب، بس بالتكات وحركات بإذن الله هتطلعي كده مستفادة من الفيديو ده، وهتحس ان الدنيا الحمد لله بأمر الله يعني سهلة وبسيطة، وان شاء الله بإذن الله هتسمعي كلامي كده وهتشوفي نظامي في التوفير، وان شاء الله هيعجبك جدا جدا. وده النظام اللي انا ماشية عليه من ساعة ما اتجوزت والله، من كام سنة كتير قوي يعني. ماشي، فان شاء الله باذن الله تعالى هتستفادي من الفيديو ده. وتعالي بس كده قبل ما نبدا في الفيديو نسلم بالله ونصلي على الرسول، ونبدا الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يومنا النهارده كله من اوله لاخره كده كله توفير ونظام، وبصوا تكات وحركات حلوه جدا باذن الله. اول حاجه حابه كده اوريكم المشتريات بتاعه الاسبوع ده. مشتريات كده منها هنعمل حاجات هنخزن منها رمضان، ومنها ان شاء الله باذن الله هتكفينا باقي الاسبوع. تمام، زي ما انتم شايفين، من غير لحوم من غير اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده اللهم بارك يعني حلوه جدا. اول حاجه طبعا جبتها اللفت. طبعا اللفت ده في انتوا في ايه يعني في رمضان حلو جدا جدا جنب اي اكل، ما شاء الله بيفتح النفس، هو اصلا الموسم بتاعه. فجبت كده 2 كيلو. هو الكيلو ونص كان عامل 10 ب10 جنيه. تمام، تقريبا كده جبت 3 كيلو يعني ب20 جنيه. هنا البطاطس الكيلو كان عامل 15، جبت يعني ايه ب2 كيلو. طبعا البطاطس ليها اكلات كتيرة جدا، يعني ممكن مثلا تقعد الاسبوع كله تاكل بطاطس يعني بوصفات جديدة اقول لك عليها ان شاء الله. هنا جبت قرنبطية، دي كانت عاملة 15 جنيه. حلوة جدا. القرنبيطة دي هناكل منها النهاردة، نعمل غدا حلو جدا منها، وفي نفس الوقت هنفرز منها بقى لرمضان. طبعا اللي بيحب يعني كده كده الحمد لله الحمد لله رمضان جاي لنا في عز الشتاء، فأي حاجة تعمليها زي مثلا قرنبيط، هتعملي محشي، هتعملي طبيخ عادي، هتلاقي ماشي جدا يعني. جبت هنا توم. تمام، جبت كده كيلو من الثوم المتقشر، كان خلص الثوم اللي عندي، فجبت كيلو كده ثوم ب100 جنيه. ماشي، زي ما انتوا شايفين هنضفه وهعمله معاكم دلوقتي حالا ان شاء الله. وجبت كيلو ونص بطاطا ب15 جنيه، او كيلو ونص ب10 جنيه، جبت كيلو ونص. تمام، ده هيبقى عشان النهارده. جبت واحدة القلقاسة، ايوه هي دي اللي عاملة 30 جنيه، الواحدة دي عاملة 30 جنيه. دي هفرزها بقى رمضان مثلا كل تسويقة كده. هجيب حاجة من اللي انا بحبها، وانت تشوفي برضو اللي بتحبيه ايه، وهاتي منه منها كل اسبوع كده في المشات تخزني، ما تخزنيش مرة واحدة، هتتعبي اولا وكده، وغير كده عشان خاطر الميزانية ما تبقاش صعبة عليك. هنا جبت كيلو بس من الطماطم، الكيلو كان عامل 10 جنيه، هي غليت تاني رجعت تغلى تاني. الكيلو ونص انا كنت جايبة من كام يوم كده كيلو ونص بس الحلوة جدا، يعني كيلو ونص ب20، فرحت لقيتها كده صدفة كده، لقيت الكيلو ب10، قلت يلا اجيب كيلو. انا كده كان الحمد لله مفرزة طماطم في الايه في الفريزر، فانا وخليها الطماطم دي ناكلها مثلا ايه، هقطع كام واحده كده مع الاكل بتاع النهارده، وكمان لو احتجت يعني طماطم. جبت هنا بتلات حزم خضره بتلاتة ب3 جنيه. وجبت هنا جبت نص كيلو جزر ب10، ونص كيلو خيار ب10. وجبت هنا 5 بيضات، بس ال5 بيضات دول والجبنة كان أبو آدم جايبهم أو زوجي يعني جايبهم بالليل، مش تبع الحسبانة يعني، بس كان في بيضة مكسورة كده. ده كنت يعني كان جايبها عشان نفطر بيهم الصبح وأعمل للأولاد سندوتشات يعني، بس ما عملتلهمش سندوتشات، فأنا قلت أنا خليها نفطر بيها إن شاء الله. أو لو مثلا يعني بالليل كده حد جه وكده يعمل له سندوتش بيها. بس كده. المهم انا النهارده هيبقى بص غدانا ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى بتاع ده قرنبيط. القرنبيطيه دي اللي انا هعمل نصها من نصها كده هتغدى بيه، والنص التاني هشيله في الفريزر. تمام، ده طبعا لو ينفع تخليه، لو مثلا انتوا من الناس اللي بتحبوا تاكلوا حاجه زي كده مثلا في رمضان، او بتحبوا القرنبيط جدا، فيبقى ينفعكم تعملوا بيها وجبه حلوه جدا في رمضان. تعملوها مثلا زي وجبه النهارده اللي هوريها لك باذن الله. لو مثلا في الاسبوع يعني اللي انت فيه ده اتزنقت مثلا فيه وكده، ممكن تعمليه. انا عن نفسي عملتها
يعني يعني عديت يومين بعد القرنبيط ورحت ايه عملتها. يعني عملت اكلنا مرتين في اليوم في الاسبوع قصدي قرنبيط بصراحه والله العظيم. ليه؟ عشان عملته اللي هعمله معاكم ده عجب اولادي جدا جدا. حسيت ان بعد سبت بقى عديت يومين قلت لهم هعمل لكم القرنبيط اللي احنا اكلناه من يومين. طبعا حاجته كانت موجودة عنده والخلطة وكل حاجة. قالوا ايوه تمام، فرحت عملته، فكده وفرت عليا ايه مصروف يوم يعني. فكده عملنا بالقرنبيطاية وجبتين في اليوم. إيه في الاسبوع قصدي، معلش سامحوني، وجبتين في الاسبوع. وكمان عملنا العشاء بتاعنا كان بطاطا إيه في اليوم ده اللي انا هوريكم فيه. وكمان عندي بدنجان اللي هنمشي يوم مسقعة، وهنعمل مكرونة وبطاطس محمرة كده في يوم. وكان عندي برضو فرخة هطبخها يعني ايه في الاسبوع كده. الحمد لله اسبوعنا مليان ما شاء الله. وبصي يعني ايه، يعني المسقعه دي انا بعملها بصراحه بحب اكلها لتاني يوم، فتبقى يوم على يومين يعني. بس كده الحاجات من طول. بص عندك البطاطس وعندك البصل وعندك الطماطم، ماشي. بصي هتعملي احلى حاجه. بصي هتخترعي. يعني انا مثلا في يوم كده انا عملت ايه بس، عملت شكشوكة ماشي بالله. ممكن انزل لكم كده ولا في الفيديو الجاي ان شاء الله اوريكم عملت ايه. عملت شكشوكة، عملت بطاطس إيه، وقضيناها كده بالحاجات الموجودة. تمام يعني كده اسبوع كامل الحمد لله عملته بالحاجات المشتات اللي انتوا شايفينها دي ب 200 جنيه. بس ما شاء الله طلعت منها وجبات تكفيني الاسبوع الله اكبر يعني. فبجد بجد يعني هي بصي، ممكن انت مثلا بتفكري تقول لا انا كل ما اعمل اكل طبيخ ولحمه وفراخ ومش عارفه ايه، تحس ان انت الحاجه حتى اللي بتبقى زياده كده اوفر يعني بتبقى مش حلوه. فانت لما تنوعي مثلا في اكلاتك في الاسبوع تبقى حلوه جدا يعني. المهم في الفترة دي بالذات عايزة يعني يومين أو يوم أو يومين بالكتير في الأسبوع تعملي مثلا طبيخ خضار فراخ لحمة زي ما انت عايزة. فأفضل يعني. خلاص داخلين على رمضان. المهم تعالي بس اديك كده طريقة اللفت ده، طريقة حلوة جدا جدا جدا. فتحت عليه بعدها بيومين بالظبط باكل منه وهوريكم شكله ان شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي روعة الروعة. المهم جبت هنا غسلته كويس جدا جدا، غسلته وشلت الجزء اللي من فوق. وبعد كده انا ما بشيلش القشر، انا بشيل بس لو في الشعر اللي شبه الشعر ده بشيله وخلاص كده. وبقطعه زي ما انتم شايفين طبعا في قطعات مخصوصه ليه وعندي، بس انا بحبه كده مكعبات زي بتاع البلد. المهم وبعد غسلته كويس جدا جدا وبعد كده قطعته. وبعد كده حطيت عليه معلقتين من الملح. وحطيته في مصفى وسبته بقى يتصفى ساعتين تمام. وبعد كده سبته كده على جنب يتصفى، وعشان ينزل الميه بتاعته دي هي اللي بتخليه ممرر وكده، وكمان بيبقى طعمه مش حلو انا وريحته كمان تمام. فالحركه اللي انت تحطيه كده في تحطي له معلقتين من الملح او على حسب الكميه طبعا اللي انت جايباها، وتركنيه كده نازل ميته وبتبقى نتيجه روعه. جيت هنا جبت لتر ونص من الميه وحطيتها على لتر ونص من الميه. بعد ما غلي 3 معالق من الملح، 3 معالق من الملح. وما تنسيش اللي احنا حاطين اصلا ملح على اللفت. هنا حطيت 3 معالق على الملح، وحطيت معلقه كبيره من السكر و3 معالق من الخل تمام. وحطيت 3 وحدات كده اللي كانوا عندي دبلانين نزلوا من الاسبوع اللي قبل اللي فات تقريبا. بنجر قطعتهم بالشكل ده وسبت الميه تغلي. وبعد ما تغلي كده مع المكونات دي اسيبها تبرد. بعد ما تبرد بقى هنعمل بهم اللفت. يعني اللفت يكون مثلا عدى ساعتين كده وصفى ميته، وكمان الميه بتاعته تكون بردت تمام. جينا هنا جبت الثوم غسلته كويس جدا جدا، وبعد كده رحت حطيته كده على حته نظيفه وسبته لما نشف. طبعا انت شفت الحاجات اللي انا مطلعاها منه. يعني الاول انا عملت فيه جبت كده اشتريت طبعا الثوم جاهز، فرحت جبت نضفته شلت الجزء اللي من فوق ده بيبقى فيه جزء ناشف وفيه مثلا ساعات بتاع ده يا ولاد قشر يعني. المهم نضفته كده خليته زي القشطه. وبعد كده غسلته وفردته كده على حته نظيفه. وبعد كده جبت كده قرنين فلفل حامي او قرنين فلفل اخضر زي ما انت عايزه بالشكل ده. وبعد كده رحت عملت فرمتهم، قطعتهم على التوم بالشكل ده وفرمتهم. وحطيت على الكميه دي ما شاء الله الكيلو من التوم حطيت معلقتين كبار او 3 معالق كبار من الملح. وفرمتهم كده فرم يعني متوسط، ولا خشن قوي ولا ناعم قوي. بس كده. بعد كده جبت العلب طبعا زي ما انتم شايفين كده، ينفع علب زي دي وينفع اكياس تلاجة زي ما انت عايزه. اللي عندك اعملي بيه. انا بالنسبه لي التلاجة العلب دي بتبقى افضل، بتبقى يعني منظمه كده في الفريزر وكده، فالدنيا بتبقى حلوه جدا معايا. هي بتبقى متوفره عندي بحط فيها. لو مش متوفرة عندك حطي في اكياس تلاجة وبططيها كده ولفيها رول، او مثلا تطبقيها كده اعمليها ظرف زي الظرف يعني.
وبس كده. اهم حاجه عشان اللون ده يبقى معاكي دايما يعني شكله كده واللون ده حلو، ما يصفرش منك ويبقى ممتاز ويقعد معاكي بالسنه. ما تطلعيه من الفريزر على استخدام على طول، وما تطلعوش يفك ابدا. لا، وانت جوه الفريزر كده هاتي معلقه معاكي وطبق صغير، تروحي واخده من العلبه على قد استخدامك او يعني الكميه اللي انت عايزاها، وتروحي واخداها كده من الفريزر على طول، وتروحي مستخدماها. لو طلعت العلبه وسبتيه يفك وكده، او كل شويه مثلا الفريزر بتاعك يفك، هيصفر معاك ومش هيبقى حلو خالص. تمام. بس كده. انا عندي الحمد لله بفضل من عند ربنا مفرزه بصل ومفرزه ثوم اهو معانا، انا كان عندي خلص، ومفرزه طماطم، وكده الدنيا تمام. الخضار عندي من السنه اللي فاتت كيسين تقريبا او كيس كده من القلقاس، بوريلكم ان شاء الله. وكيس بسله، بس عملته تقريبا عشان انا مصوره الفيديو ده وبعدها باسبوع بروح مسجله عليه يعني. عملت، كان عندي فرخه قلت لكم عليها، عملتها مع بسله، ومع البسله بحط بطاطسايه. تمام. وكان عندي من البسله دي برضه عاملها معاكم، فرزه معاكم، كنت عاملاها من السنه اللي فاتت قبل رمضان تقريبا. والله العظيم تطلعيها يا دوب غلوتين كده تلاقيها استوت، اللون والشكل رهيب يعني. فان شاء الله اعملها معاكم باذن الله. مثلا التسويقه الجايه ان شاء الله باذن الله اروح جايبه البسله، جايبه كيلو بسله على الجزر اللي عندي ده، واعمل كيسين كده محترمين. انا بيكفينا مثلا انا الكيلو بصراحه بعملها على 3 مرات مش مرتين. وكل مثلا بقسم الكيس على 3 مرات يعني 3 وجبات، وكل كيسه بحط عليها 2 بطاطس كده، او بطاطسايه متوسطه او كبيره، او بطاطسيتين متوسطين. وبتعمل معايا حله محترمه بناكل منها والله، بتقعد لتاني يوم كمان. فالدنيا حلوه وسهله، بس احنا اللي بنصعبها على نفسنا، فدايما بنبقى مش راضيين، دايما بنبقى يعني شايلين هم وكده. فانت سلمي امرك لله، وبصي امشي على قدك، وامشي كده بكل حاجة اللي تبقى عاملة حسابها، مش يعني مش عايشة بشكل عشوائي. العشوائية دي بتضيع حاجات كتيرة يعني. وعايزة برضو نصيحة مني ليكي، لما تنزلي السوق، خدي على قد الحاجة اللي انت يعني. اهم حاجة قبل ما تنزلي السوق تكتبي ورقة، وتاخدي فلوس على قد الحاجة اللي انت تشتريها. ما تقوليش مثلا احط 100 زيادة 200 زيادة. اي فلوس انت تاخديها مش هترجعي يعني بيها، هتصرفيها كلها. فاهمه ازاي؟ فانت خدي اللي على قد بالظبط اللي انت محتاجاه وخلاص. تمام تمام. طبعا انت شفتوا اللي انا طريقتي في التفريز القلقاس، ما بغسلهوش خالص. انا من الناس اللي ما بغسلش القلقاس. بجيب القلقاسية اغسلها كويس جدا جدا جدا، وانا بص نقعتها ساعة في الخل والمية، وبعد كده غسلتها غسلة محترمة، وبعد كده نشفتها زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده قشرتها زي ما انتوا بالطريقه اللي انتوا شفتوها معايا. وبعد كده رحت بقى مقشراها مسحها كويس جدا جدا، وما فيهاش اي حاجه، فله كده شمعه منوره. تمام. بس كده. وبعد كده رحت مقطعاها طبعا للحجم اللي انت عايزاه، مثلا عايزه مكعبات كده كبيره، مكعبات وسط، مكعبات صغيره، زي ما انت عايزه. انا عاملاها كده مكعبات وسط. تمام. اقطعها بالشكل ده، وبعد كده اكيسها على كيسين، وتكيسي الاكياس على عدد اسرتك يعني. شايفه فاهماني ازاي؟ يعني مثلا تحطي شوفي مثلا اولادك بيحبوه اصلا ولا لا، وتحطي الكميه اللي تنفع معاك. انا عن نفسي في يعني 2 من اولادي ما بيحبوهوش، فانا في اليوم ده بعمل مثلا اي خضار تاني، بطاطس مثلا، بسله، اي حاجه، ما بعمل حسابي يعني. فانا الكيس ده كويس يعني، مثلا تقريبا بتاع دي حوالي كيلو، كيلو وربع تقريبا زي كده. فانا قسمتهم كده على كيسين يعني. حلو يعني. انا بحب اعمل الطبخ بصراحه بيقعد يومين، علشان خاطر ساعات بيبقى عندي شغل وكده او حاجات تاني يوم، فبريحني يعني. بس كده خلصنا كده القلقاس بالشكل ده، وتحطيه في كيس. واهم حاجه اهم حاجه تطلعي الهواء منه عشان ما يسودش منك، وتحطيه في فريزر ما بيفصلش، يبقى فريزر قوي يعني وحلو. بس يقعد معاكي كده ان شاء الله بالطريقه دي بالسنه، وما تحطيش ليمون ولا تغسلي ولا اي حاجه. جربي وان شاء الله تدعيلي باذن الله. بس كده. جينا هنا بعد ما طبعا يعني عدى كده ساعتين، والمية اللفت نزلت كلها منه، وهتشوفي معايا دلوقتي كمية المية ما شاء الله اللي نزلت. دي بتبقى مرارة وكده، وحاجة مش حلوة، والريحة مش حلوة. فانت لو عملت بالطريقة دي هتلاقي معاكي اللفت بتاعك ما شاء الله. انا هوريهولك ان شاء الله. احنا خلصنا نص تقريبا يعني، اولاد بيحبوه جدا وبياكلوا كده. معاه فطار الصبح، فول وطعمية، ما اقولكيش معاه اي غدا، حاجه كده. بسم الله ما شاء الله. انا خلصت نص البرطمان، عايزه اجيب ان شاء الله 2 كيلو تاني بقى امر الله قبل اللفت ما يخلص، عشان هو بيخلص بسرعه يعني، ما بقاش موجود يعني طول السنه. فالمهم
جيت كده طبعا بعد ما المية صفت، جبت برطمان. البرطمان ده كنت غسلاه غسلة محترمة، ومع قاموة بالخل، حاطة معلقتين 3 خل ورجاه كده البرطمان، وكنت قلباه كده على الغطا. وشايفين دي اصلا دي اسرار يعني المحلات الترشي، هما بيبقى عندهم مادة بيحطوها بينزلوا المية في ساعتها يعني بسرعة كده، بس لا احنا عندنا اهو يعني الطريقة دي حلوة جدا برضه. جينا هنا بعد ما المية ما بردت حطيتها كده، وطبعا هنا المية مظبوطة على الشعرة، ومش محتاجين اي ملح ولا اي حاجة، هي بس محتاجة مني كوباية مية اكمل بس بيها باقي البرطمان وخلاص. انا معايا بنت بتحب البنجر جدا جدا، عشان كده انا حطيت 3. اولا بيدي لون حلو قوي، انا بحب اللفت يكون لونه احمر يعني جامد كده، او فوشيا جامد، اوريكي شكله خطير حلو حلو جدا. انا بحب اللون الغامق، ما بحبش الفاتح ده. وكمان بنتي بتحب البنجر، فعشان كده كترت، بس ممكن الكمية دي تحط عليها بنجرية او 2 على حسب بقى انت بتحب ايه يعني، فانا بحبه كده. نيجي بقى ايه نحضر الغدا، مش الغدا السهل السريع الحلو جدا جدا. طبعا اللي بيحب القرنبيط بالطريقه دي هيحبه اكتر، واللي ما بيحبش القرنبيط واكله بالطريقه دي هيحبه. يعني انا عندي بنت ما بتحبوش، بس لما بعمله بالطريقه دي والله العظيم هي اول واحده بتيجي تاكل منه يعني، فبجد حلو جدا جدا يعني. المهم جبت هنا القرنبيطايه زي ما انتم شايفين كده، قطعتها. تبقى انا طبعا عارفه ومتاكده اللي انا هشيل منها للتفريز يعني، فانا يعني بخلي حته كبيره كده على بعض، اللي افرزها بخليها كبيره، ما بقطعهاش جامد يعني، والصغير هو اللي هعمله. زي ما انت شايفه كده فصصتها بالشكل ده، وبعد كده جبت ميه بنقعها كده في ميه بخل شويه، وبعد كده اروح غسلاها غسله تاني، واروح ايه حاطه ميه كده على البوتاجاز تغلي معايا، وهنزل بملح ماشي ورشه من الكمون، واحط القرنبيط كده 5 دقايق كده على النار، يقلب قلبتين 3 وخلاص. على كده نطلعه ايه على مصفى، او لو مثلا السوا بتاعه زاد منك حطيه على طول في ميه من الحنفيه وبرديه يعني. بس كده زي ما انتوا شايفين اصله طبعا القرنبيط. وبعد كده نيجي ايه لحد ما يتسلق معانا، نيجي نعمل الخلطه بتاعته. خلطة جبارة بجد حلوة جدا. المهم جبت هنا طبعا الطبق الاسود ده كان فيه فلفل اسود، مش وسخة دي، لا ده فلفل اسود والله. المهم جبت هنا كوباية دقيق، يعني انا عشان عارفة هنعمل نص الكمية، فانا جبت هنا كوباية دقيق، في الطبق الابيض كوباية دقيق، والطبق الاسود نص كوباية من الدقيق. واحط البهارات بتاعتنا كمون وكزبرة. هنا طبعا بحط نشا، بحط هنا معلقتين نشا في الطبق الكبير، معلقتين نشا، والطبق الاخضر معلقة. بس هنا كنت تقريبا كنت بزود دقيق قبل ده. وبعد كده انا بحط النشا، حطيت هنا معلقتين نشا وهنا معلقة نشا. هنا احط رشة من الملح على الطبق الاخضر، والطبق الكبير احط نص معلقة. وهنا حطيت رشة كده، رشات بقى من الكركم والكاري، عشان بيدينا اللون حلو والطعم كمان. تمام كان طعمه خطير. هنا رشة من فلفل اسود هنا وهنا، وهنا كمون وهنا كمون، وهنا بابريكا. بس البابريكا هنا خلصانه، فهجيب اللي في الكيس، انا مش راضيه احط اللي في الكيس فيها في العلبه، عشان هلم العلب بقى كلها دي واغسلها يعني. بس حطيت هنا رشه من البابريكا دي ورشه من البابريكا دي، وهنا احط كزبره رشه ورشه. تمام زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط توم. هنا حطيت طبعا على الطبق الاخضر نص معلقه من البيكنج باودر، عشان يديكي هشاشان كده ويبقى هاشش حلو. بس ما حطيتش في الطبق الابيض. هنا حطيت بيضه واحده، الكميه دي انا هعملها ببيضه واحده زي ما انتوا شايفين كده. يعني احط يعني في الطبق الابيض احط نص معلقه من الثوم اللي انا لسه فرماه معاكم. بس كان هنا عندي نص حزمه من الكزبره، ونص حزمه من الشبت، ما بحطش بقدونس، كزبره وشبت. ونقلب كده كويس جدا. ننزل طبعا بالميه شويه شويه، يعني ممكن الكميه دي خدت مني كوبايه ونص من الميه. نخلط بقى، نخلي القوام بتاعنا مظبوط، ولا خفيف قوي يعني ولا تقيل، خليه مظبوط عشان يبقى القطعة تشيل من الخليط ده وتبقى كده حلو. مش هتشيل قوي يعني، انت لو متخناها هتبقى هتشيل كتير وتبقى زي العجينة من جوه. لا احنا مش عايزين كده، احنا دوبك عايزين نغرق بس ايه قطعة القرنبيط معانا، وما تشيلش كتير. بعد كده نجيب القرنبيط بتاعنا نحطه في الخليط السائل، وبعد كده نحطه على الخليط الجاف يعني، اللي هو عبارة عن دقيق ونشا وشوية بهارات. تمام ونص معلقة من البيكنج باودر. بس كده نحط بقى القرنبيط. انا هنا طبعا في الاول هشيل اللي انا هحطه في الفريزر، انا بص يعني بنقي القطع الكبيرة. انا طلعته بقولكوا بعدها بيومين عملته كان زي العسل، يقعد معاك بالسنة عادي مفيش اي مشكلة.
عايزه اقول لكم برضو عندي كرنبايه، جبت كرنبايه ان شاء الله ممكن افرزها معاكم ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم برضو تكايه حلوه قوي الكرنب. لو انت مثلا مفرزه كرنب من السنه اللي فاتت وعايزه مثلا، او مفرزه يعني وعايزه تستخدميه، طلعيه على طول على ميه سخنه. يعني تطلعيه على ميه سخنه كده، وبعد كده تصفيه ويطلع معاكي كانك لسه عاملاه حالا يعني. بص، جيت هنا جبت القرنبيط، حطيته في الخليط اللي انتوا شايفينه، خليط السائل. بعد كده حطيته على خليط الجاف، وبعد كده هرفع على طول على الزيت. انا هنا كنت حاطه زيت يسخن كويس، واحط على طول القرنبيط بتاعي في الزيت. إيه الكميه اللي انت هتعمليها هي اللي يعني شكلي، او يعني حط الخليط على القرنبيط، والكميه اللي انت هتحمرها. بس بعد كده لما يعني تكونوا خلاص القرنبيط بتاعك اللي على البوتاجاز استوى، هيستوي يعني، او هتطلعيه تروح عامله الكميه التانية. علشان انت لو عملت الكميه وسبتيها مثلا شويه، هتشرب منك الخليط بتاعك وتبقى عجينه مش حلو. يا رب تكوني فاهمه قصدي. بس كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ما شاء الله طالع. بصي اللي يشوف يقول يعني، يقول عليه كنتاك يعني، مش قرنبيط يعني، كنتاكي حاجه كده ما شاء الله. ريحه القرنبيط كان خطير، وطعمه حلو جدا جدا فوق ما تتخيل. انا ساعات بعمل معاه صوص طحينه ماشي، بس ما كان عنده والله، بس ما رضيتش، ما حبيتش يعني. قلت مش مشكله. رحت جيت هنا بعد ما طبعا ما حمرته، حطيته في مصفى. تطلعيه على مصفى علشان يتصفى منك كل زيت. وهو ما شاء الله بالطريقه دي ما بيشربش زيت كتير يعني. هو مش هكذب عليك واقول لك بيشرب ما بيشربش، لا اكيد بيشرب يعني. اي حاجه بتحط في الزيت لازم بتشرب زيت، بس برضو بتبقى خفيفه مش تقيله. وكمان الحركه اللي احنا نحطها في مصفى بتبقى احلى وحلوه جدا. ولو برضو البانيه لما تيجي تحمريه حطيه على مصفى، ما تحطوش على مناديل ولا في طبق كده. واي حاجه تحمريها يعني حطها على مصفى على طول. اول حاجه بتخلي الحاجه مقرمشه، وتاني حاجه بتصفي اي زيوت منه، من الحاجه اللي انت قليها يعني. الباذنجان اي حاجه بتقليها، بطاطس اي حاجه. بس كده يا حبيبي. طبعا هنا القرنبيط ما شاء الله مش محتاج ان انا اتكلم واقول اشعار فيه او شعر فيه يعني. ماشي، هو ما شاء الله شكله باين والطعم خطير، وده طبعا احلى حاجه بحبها. بحبه جدا جدا. ويا سلام بقى لو كان اللفت معمول قبلها بيومين، تحط طبق لفت كده خطير، بيبقى حاجه كده زي العسل مع الايه، معلبت. عشان كده عملته بعدها بيوم. ده كان طبق القرنبيط، وهنا طبق الخضار. طبعا عامله بقى طماطم وبصله صغننه كده وخيار وبصي وعيش، ولو كان في جرجير وبصل اخضر يعني بقى حاجه تانية برضو. بس هو كده ما شاء الله زي العسل. الف حمد والشكر ليك يا ربي على نعمتك الكتيره علينا. فدايما نحمد ربنا، تلاقوا ما شاء الله اللهم بارك فيه بركه في حاجه كده، خير فيه كده. الاكل بيتاكل وانت نفسك مفتوحه، واولادك برضو الحمد لله. طول ما انت حمد ربنا وراضيه ومبسوطه، والدنيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام. ما تبصيش على حاجه غيرك، وتبصي دي مثلا أنا النهارده انا عامله قرنبيط، ودي عامله فراخ، ودي عامله مش عارفه ايه. ملناش دعوه بحد، خلينا في نفسنا، نقفل بابنا على نفسنا، واللي موجود ناكل بيه، والدنيا يعني الموجود معانا نمشي بيه. طبعا شفت هنا البطاطا غسلتها كويس جدا، نقعتها حوالي ساعتين، وغسلتها كويس جدا جدا. وبعد كده رحت ايه جايباها كده يعني، كانت لسه ما اتصفتش من الميه كويس، وحطيتها كده في صينيه، وحطيتها في صينيه، وحطيت عليها معلقتين او 3 معالق كبار من السكر، ورفعتها على النار وغطيتها، سبتها على نار هاديه لحد ما استوت بالشكل اللي انتوا شايفين الخطير التحفه ده. شايفين مش مستحمله اصلا، ده بيدوب طعم وريحتها خطيره. طبعا في صوص كده نازل منها بسبب السكر، علشان انا يعني مهديه النار خالص عليها. سبتها كده لما استوت على البخار، من غير ميه من غير اي حاجه. وان شاء الله يا رب ده كان عشانا يعني تمام. اتغدينا قرنبيط واتعشينا بطاطا، ما اقولكيش يعني غذا وما شاء الله، وحاجه موفره وحلوه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبك. ولو عجبك ما تنسيش اختك وحبيبتك في اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بيفرحني. انا عارفه لسه قناه جديده مفيش كومنتات، بس ان شاء الله فيديو النهارده يشجعك ان انت تكتبي لي كومنت حلو، ان يشجعني ويخليني استمر معاك وانزل كل يوم فيديو باذن الله. سيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.